اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال. اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم في قناتي قناه سهل بنين مع ام محمد عبد الرحمن. نرحب بكم من وقت تشاهدوني، نقول لكم الف مرحبا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي، ونقول لكم صحه فطوركم، ان شاء الله تكونوا فوتوا نهاركم بخير وعلى خير ان شاء الله. بلا ما نطول عليك، كما راك تشوفي في الصوره جبت لك هذه وصفه زلابيه البنان اللي ناجحه من اول تجربه، يعني تقدري ديريها في الدار فاسيلمون بلا ما تشريها من برا. يعني خدمتك وتعرفي كيفاش خدمتيها. نعطيك كامل الاسرار، فقط تبعي الفيديو للاخير هكذاك باش تفادي يعني اكبر شيء. بلا ما نطول عليك مباشره نروحوا للوصفه نتاعنا. نبداو الطريقه بسم الله. الكاس اللي استعملته انا، هذا الكاس ليسونسيال، الكاس اللي تبداو به كملوا به هو. انا ديت هذا اللي يرفد 220 مليلتر، يعني راهو نفس الكاس تاع ام وليد. ديت منه زوج كيسان تاع ماء، يعني كل شيء بارد في بارد. ضفت عليهم 4 ملاعق نتاع الزيت، وضفت عليهم قريصه نتاع الملح، وضفت عليهم ملعقه حتى الملعقه ونصف تاع عسل. تقدري ديري سكر، تقدري ديري سكر في بلاصه العسل. ليسونسيال ديري ملعقه نتاع عسل. حطيتهم كامل فوق النار وخليتهم كي يبداو يغلوا باش نطفوا عليهم نبداو نخدموا بهم. من جهه اخرى انا ديجا حطيت زوج كيسان نتاع فرينه، يعني زوج كيسان ماء، انا راح نقابلهم بزوج كيسان نتاع فرينه، وحطيت عليهم ملعقه كبيره معمره مليح نتاع سميد رطب، لازم يكون رطب هذاك. وخلطتهم وخليتهم بجه. الماء تاعي بعد ما غلالي ضفت عليه عطر، تقدري ديري تاع المازهر ولا اي عطر حبيتي، لافاني ولا اللي بغيتي. ومن بعد هو هكذاك يغلي نحطوه مباشره فوق الخليط نتاع الفرينه تاعي، ونبقى نخلط يعني باش تحصلوا على العجينه الساخنه. هذه العجينه من انجح ما يكون، يعني بلا بيض بلا حليب، والنتيجه صدقيني بزاف هايله. نتمنى فقط تجربيها يعني وترجعي اخرى. بقاي تخلطي، لازم بسرعه تخدمي في هذه المرحله هكذاك باش كامل هذيك الفرينه يعني توشيها هذاك الماء السخون، يعني كامل الفرينه حطي بلك بالماء السخون. بقاي غير تخلطي فيها حتى تحسيها تمسكت خلاص، يعني ما كاش فرينه ماش متوشيها الماء، ويعني وتشوفيها بلي تلقايها يعني شاده روحها، حاكمه روحها، ما تكونش ناشفه. يعني العبار اللي عطيته لك يعطي لك امبات يعني صحيحه، فما ما زيدي عليها والو. ومن بعد القمع اللي بغيتي اخدمي به. انا وريت لك مجموعه، وانتي اللي عندك في الدار اخدمي به، واللي شتيه خرج لك يعني خرج لك يعني حابه تكون الفورمه تاعها شابه يعني كملي. انا حطيتها بعد ما بردت شويه ولا تكون دافيه ولا بارده باش نخدموا بها، ما نخدموش بها وهي سخونه بزاف. حطيتها في هذا الكيس البلاستيكي اللي ما ننصحكمش تحطوها فيه، باسكو كي جيت نخرج هذيك العجينه كانت شويه دافيه، مع يعني مع الكيس البلاستيكي ما يشدش، ولا تعذبت باش خرجتهم. هذو الاكياس تقطعوا لي، تعذبت باش كملتها. ليسونسيال ديري فيه بوش هكذا يكون من القماش ولا حاجه، ليسونسيال ما ديرش في هذا البوش. ومن بعد خرجي الشكل اللي حبيتي، تقدري ديريه طويل، تقدري ديريه صغير كيما الحبه تاع التمر، تقدري ديريه مدور. انا خدمت لك مجموعه من الاشكال وانتي حره كيما تحبي اخدمي كيما راكي تشوفي. يعني بدلت يعني القمع، انت اللي عندك خدمي به الشكل اللي عجبك تقدري ديره. ليسونسيال انا كيما راكي تشوفي خدمت لك مجموعه، ونروحوا مباشره نقلوها في الزيت اللي تكون غزيره، يعني الزيت تكوني ديجا شعلتي النار عليها، وتكون هذيك الزيت معمره في المقله، ماشي تكون ناقصه، ولا لازم تكون معمره هكذا. كي نحطوا الحبه تاع الزلابيه تاعنا لازم هذيك الزيت تغطيها كامل، تغطي لها كامل السطح انتاع، يعني تكون تعوم فيها هكذاك باش تنجحي فيها. والزيت لازم تكون سخونه، النار تكون متوسطه، ما تكونش هابطه وما تكونش قويه. اذا كانت هابطه يبس لك والمقله تاعك تبرد لك، واذا كانت طالعه النار ايضا راح ينغصب لك وينحرق لك، تشوفيه من برا حمار يعني ولا احمر، ولكن من الداخل يكون ماشي طايب. وكي تجي تعسليه تلقايها عجين من الداخل، يعني ما يشرب لكش العسل. تبعي النصائح هكا راح تنجحي فيه. وايضا لهنا سر كبير في الطريقه تاع التطياب. بزاف ناس يشتكيو من زلابيه البنان تاعهم انه كي يحطوها في المقله تشقق لهم، يعني ما تكونش كيما حطيتيها هكذاك باش ذاك الشكل تاعها، يعني ما تحافظش عليه راح تشقق. وهذا
لانه الزيت تكون حاميه ومباشره تروحوا تعمروا المقله دفعه واحده، فاذا ديك الزيت تبرد دفعه واحده وزلابيه البنان تاعك رايحه تتشقق لك، يعني الزيت بارده هو ما يطيبش في الزيت بارده. فاذا كيفاش ديري؟ تبعي كيما درت انا، حطي الضربه الاولى غير حبه، ومن بعد زيدي حطي كي تشوفيها حكمت روحها وبداو الخطوط هذوك يصفاروا، زيدي عليها حبه زوج حبات، ومن بعد كي تشوفيهم بداو يصفاروا غير شويه زيدي عليهم، بقاي تعمري في المقله غير بالتدريج هكذاك باش الزيت تاعك ما تبردلكش يعني، وكملي طيبيه كاع حتى يتحمر معاك. وكما راك تشوفي لهنا هذه العسيله راهي صنع منزلي، اذا عجبتك صدقيني ناجحه وهايله، تولن بزاف الحلويات وكامل. اذا عجبتك الوصفه طلبيها مني، راح ان شاء الله نحطها لك كفيديو يعني اللي تبغي الوصفه. كما راك تشوفي انا كما قلت لك مباشره لازم من هذيك الزيت اللي تكون يعني كي يطيب لك ماشي تحطيه يعني يقطع فيك كاس ولا، لازم مباشره من الزيت للعسيله. العسيله تكون ثقيله، وهذا ايضا سر من الاسرار، كي تكون العسيله ثقيله ماشي عسل يعني تكون متوسطه ولا خفيفه، تكون العسيله ثقيله رايح يحافظ لك يعني القوام تاعو ما يطرالكش. هذا زلابيه البنان راكي رايحه تقعد معاك 3 ايام 4 ايام 5 ايام، صدقيني انه قعدت معايا 3 ايام، نهار الرابع كليت منها ومازال محافظ يعني وصالح للاستعمال ونورمال. تقدري ديري هذه الوصفه تقدري ديريها في نهار تشد لك 3 ايام 4 ايام يعني، وحطيها هذه انا يعني انا جربتها وانتي تقدري تجربيها يعني تعرفي روحك. ليسونسيال كيما راك تشوفي كي تحطي حبه تاع زلابيه البنان في العسل لازم تضغطي عليها فمفم، ما تخليهاش محطوطه غير فوق العسل وتقولي تشرب، لا هو يشرب من الشربه الاولى، لازم غير تحطيه في العسيله تضغطي عليها بالمغرف تهبطيها كامل تحت هكذاك باش تشرب لك العسيله نتاعك يعني تدي حقها، وما تخليهاش تقعد بزاف في العسل يعني قيس ما تشرب دقيقه ولا باغ تبداي تقلي بالمقله. هذيك المقله كي طيب لك حطيها تعسل، كي تشوفي هذيك المقله الثانيه اللي تكوني ديجا درتي هذوك عجين واحد اخر يطيب، كي تشوفيه بدا يتحمر لك نحي هذا من العسيله وعاودي حطي هذاك الاخر في بلاصتو. ليسونسيال صدقيني انه مشروع ناجح، اللي تحب يعني تخدم من دارها من كل منطقه كيفاش راهم يحسبوه يعني كل وحده، وتبع يعني الناس اللي راهم يبيعوه دير كيفهم. ليسونسيال راهو مشروع ناجح. كيما تقدري ديريه غير في دارك، كيما نعرفوا راه كلشي غالي يعني تقدري ديريه غير في دارك ويشد لك 3 ايام 4 ايام يعني بلا ما تعاودي تشريه. كيما راك تشوفي انا خليته يتعسل ومن بعد انا راح نحطه في كاس هكذاك نصفيه من هذاك العسل الزياده، ومن بعد راح تشوفيه ان شاء الله في طبق التقديم. وكيما راك تشوفي اللون تاعو بزاف باهي. كان يقول لك ديري البيض فيه، لا ما ديريش البيض، ديري فقط ملعقه تاع عسيله في هذاك الماكيولي يغلي، هذيك الملعقه تاع العسل هي اللي راح تمد لك هذا اللون الشباب اللي راك تشوفيه في الفيديو. ليسونسيال شهيتك في الجنه ان شاء الله، نتمنى انك تجربيه في هذا الشهر الفاضل. كما نعرفوا احنا الزلابيه نحوسوا عليها بزاف في رمضان يعني، وتقدري ديريها كما قلت لك ديريها كما اليوم وخليها تشد لك 3 ايام 4 ايام تنسيها ما تعاوديش تشريها، فقط حطيها في بواط مونجي يعني حطيها في علبه هكا محكمه تغلقي عليها وتجبدي حق الحاجه تاعك اللي تسحقيها. كيما راك تشوفي انايا لهنايا راني كسرت قدامك كيفاش تكون الحبه، تكون مقرمشه الله ما تكونش يابسه وما تكونش يابسه وما تكونش طريه، تكون متوسطه. هذاك العسيله اللي قلت لك ثقيله رايحه تحافظ لك عليها وتخليها لك يعني مقرمشه لاطول مده ممكنه. لكون ديري العسل اللي تكون خفيفه يعني هذه زلابيه البنان تاعك تدوبي تحسيها مقرمشه، ولكن ثم راهي رايحه تعاود تطرى معاك ويعني ويجيك طري ما يخرجلكش ناجح. كما نعرفوا احنا زلابيه البنان تجي مقرمشه. اذا عجبك لا فيديو ما تنساش تبارطاجي مع حباباتك، ابوني جام يعني فضلا وليس امرا. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.